أنا بحيي وبشكر جدا جماهير المغربية. تصريح خطير من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يفاجئ بها المغرب بعد فوز مصر على بنين، ويصفع الصحفي الجزائري التطاول على المغرب ويعلن عن مفاجأة كبرى. شاهد ماذا قال، ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي بأن المغرب بطل لكأس إفريقيا، اضغط لايك على الفيديو واشترك في القناة. بعد انتهاء مباراة منتخب مصر ومنتخب بنين بفوز منتخب مصر اليوم وتأهل المنتخب الوطني المصري إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس إفريقيا، صرح المدير الفني للمنتخب الوطني المصري حسام حسن في المؤتمر الصحفي وقال: بداية أشكر الجمهور المغربي العظيم اللي كان سبب رئيس النهاردة في تأهل المنتخب الوطني المصري. جمهور المغرب العظيم وصلت أعداد النهاردة في مدينة أكادير وفي ملعب المباراة لأكثر من 40 ألف مشجع، أكننا بالضبط كده بنلعب على استاد القاهرة في مصر رغم صعوبة المباراة اليوم. ولكن صراحة بعد مشاهدتي لجمهور المغرب وتشجيعاته والتسعين دقيقة للمنتخب الوطني المصري، كنت واثق ومتأكد بأن في النهاية سيتأهل المنتخب المصري بفضل الجمهور المغربي النهاردة. أكن منتخب مصر بيلعب في مصر مش بيلعب في المغرب. جمهور المغرب أثبت للجميع بأنه هو رقم واحد ويستطيع تغيير أي نتيجة مباراة. قلتها من قبل وبقولها النهاردة تاني، كان سبب تأهل منتخب مصر صراحة في دور المجموعات جمهور المغرب. الأعداد وصلت ل 42 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا، على الرغم من أننا كنا بنلعب ب10 لعيبة، ولكن جمهور المغرب كان ليه الفضل الأول والأخير، ففوز وانتصار وتأهل المنتخب الوطني المصري من دور المجموعات. ودلوقتي في مباراة اليوم، جمهور المغرب أولا هو سبب تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي رغم صعوبة المباراة. صحفي جزائري: كوتش حسام، ما رأيك في حكم مباراة المغرب وزامبيا امبارح؟ وهل المنتخب المغربي كان يستحق التأهل والفوز في هذه المباراة؟ رد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بكل قوة على الصحفي الجزائري وقال: كل ما يدور حول تأهل المنتخب المغربي بالتحكيم أو ظلم منتخب تنزانيا أمام المغرب. أنا مدير فني وأفهم ذلك كويس. ما يحدث من الإعلام الجزائري ومن الكارهين للمغرب هو ضغط على التحكيم في المباريات القادمة. أنا شاهدت الكرة من أكثر من زاوية وبقولها وبكل صراحة، ليس مجاملة للمنتخب المغربي، ليس هناك ركلة جزاء على الإطلاق في هذه الكرة، فهذا التحام طبيعي جدا. والدليل على كلامي بأن حكم الفار ما استدعاش حكم الساحة، بمعنى بأن الكرة لا ترتقي إن هي أصلا تتحسب ركلة جزاء، بل بالعكس، كان هناك هدف صحيح للمنتخب المغربي في الشوط الأول واتلغى بداعي التسلل. المنتخب المغربي صراحة ما عملش مباراة كبيرة، ولكن دي سمة المنتخبات الكبيرة، ممكن تخسر مباراة ولكن مش ممكن تخسر بطولة. والمنتخب المغربي صراحة هو مرشح أول للفوز بكأس إفريقيا، منتخب يمتلك كل المقومات للفوز بأي بطولة، لاعبين تقدر تغير أي نتيجة مباراة في أي وقت، معاهم مدير فني كبير اسمه وليد الركراكي وعمل إنجازات عظيمة، وأعتقد سبب ضغط وليد مع المنتخب المغربي. أنا كمدير فني عارف إيه اللي بيحصل مع وليد الركراكي، فوز منتخبات المغرب في مختلف الأعمار ببطولات، بداية من فوز المغرب تحت 20 عام بكأس العالم وفوز المغرب بكأس العرب. طبيعي جدا بأن وليد الركراكي محطوط تحت ضغط، لأنه عارف لا قدر الله لو في أي نتائج سيئة سيتم إقالته فوا عن تدريب المنتخب المغربي قبل بطولة كأس العالم، فهذا أخطر نوع من الضغط على أي مدير فني. أنا مريت بمثل هذه المرحلة وأبلغوني من قبل في حالة عدم التأهل منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا أو كأس العالم سيتم إقالتي من تدريب منتخب مصر، فدي كانت فترة صعبة جدا وصعبة جدا على أي مدير فني، فهذا نوع كبير من الضغط على اللاعبين وعلى المدير الفني. لكن الفرق الكبيرة اللي
عندها لعيبة كبيرة بتقدر تكسب تحت أي ظروف حتى لو مش أفضل حاجة في المباراة. منتخب مصر ومنتخب المغرب وكل المنتخبات الكبيرة دائما وأبدا بتفضل اللعب أمام المنتخبات القريبة منها. يعني أعتقد مباراة المغرب والكاميرون هتكون أسهل بكثير للمنتخب المغربي عن المباراة اللي لعبها أمام مالي وتعادل وأمام تنزانيا. المنتخبات الكبيرة دائما وأبدا بتفتح اللعبة، بتديك فرصة، خاصة بأن المنتخب المغربي عنده خط هجوم قوي جدا وهو من أقوى خطوط الهجوم اللي موجودة في البطولة. إبراهيم دياز متألق بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة ويستطيع تغيير أي نتيجة مباراة بحلول فردية. لاعب مهاري وكواليتي، لاعب فعلا أوروبي. فمباراة المغرب والكاميرون أنا من وجهة نظري هذه المباراة هتكون أسهل للمنتخب المغربي من المباراة اللي لعبها أمام منتخب مالي، لأن المنتخبين بيلعبوا على المكسب. الكاميرون مش هيدافع أمام المغرب ب10 لعيبة، لا بالعكس هيبادر بالهجوم، وده اللي بيتمناه المنتخب المغربي. ليه؟ لأنه لا عنده لعيبة عندها حلول فردية كثيرة وبتحب دايما وأبدا تلعب في المساحات. فأعتقد أنا من دلوقتي مرشح فوز منتخب المغرب على منتخب الكاميرون ووصول المغرب لدور نصف النهائي من بطولة كأس إفريقيا. في حالة تخطي المغرب هذه المباراة أعتقد هيكون هناك معنويات مختلفة تماما بالنسبة للعيبة المغرب. كلما اقتربت البطولة لعيبة المغرب مش هتفرط في أي مباراة. صحفي جزائري: كوتش حسام، الجزائر أم المغرب أفضل في هذه البطولة حتى الآن؟ رد حسام حسن وبكل صراحة قائلا: الجزائر منتخب قوي، ومصر منتخب أيضا قوي، والسنغال والمغرب هم الأربع منتخبات مرشحين للفوز باللقب. لكن كما قلت من البداية صراحة هناك منتخبات تستطيع الفوز بالمباريات وليس الفوز بالبطولات، والمنتخب المغربي من المنتخبات اللي تفوز بالبطولات عكس المنتخبات الأخرى. منتخب الجزائر فاز 3 مباريات في دور المجموعات، ولكن هذا ليس شرط بأن الجزائر في النهاية يتوج باللقب. فده اللي أنا بقوله، سهل جدا إن أنت تفوز مباريات لكن صعب جدا إن أنت تفوز بالبطولات. المغرب حقيقة تأثر أمام منتخب مالي، ولكن في النهاية هو مرشح للفوز باللقب. فصراحة مقارنة المغرب بالجزائر بناء عن نتيجة مباراة هذه مقارنة لا تجوز أبدا. هنشوف المنتخب الجزائري هيعمل إيه في المباراة القادمة، لأن دي أيضا هتكون من أصعب المواجهات. منتخب الكونغو منتخب قوي ومنتخب شرس ومنتخب قدر يتغلب على منتخب الكاميرون من قبل. فمباراة الجزائر ليس محسومة على الإطلاق. أعتقد هناك فرصة للمنتخبين للفوز بهذه المباراة. فمباراة الجزائر والكونغو ليس محسومة مثل مباراة المغرب والكاميرون. ولو التقى المنتخب المغربي بالمنتخب الجزائري، أنا مدير فني وعارف ومتأكد بأن لعيبة المغرب بتعشق اللعب تحت ضغوط وبتعشق اللعب مع المنتخبات الكبيرة، وهذا اللاعبين نفسهم هم اللي حققوا المركز الرابع في بطولة كأس العالم في قطر، وأنا شاهد على ذلك. وأنا كنت داعما وبقوة للمنتخب المغربي، كما أن الجمهور المصري ومعظم الجمهور العربي كان بيدعم المنتخب المغربي الوحيد اللي بيشرف كرة القدم العربية. ويكسب أن أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل خايف ومرعوب من مواجهة المنتخب المغربي في دور المجموعات بعد أن أوقعت القرعة البرازيل مع المغرب في كأس العالم. هذا هو المنتخب المغربي. فهذا المنتخب صراحة لا يقارن بمنتخب إفريقي أو منتخب عربي. منتخب المغرب عمل أطول سلسلة من الانتصارات وقدر يتغلب على كل منتخبات إفريقيا، فمن الصعب التغلب على المنتخب المغربي. هو مرشح وبقوة للفوز باللقب.